ما جرى ايه يا عم كولر من غير مارسيل انت؟ هتخيب على كبر ولا ايه؟ ايه اللي حصل قدام بيراميدز ده؟ يعني يبقى مطرود منهم واحد ويجيبوا فينا جول وتتعادل معاهم بالعافية في آخر دقيقة؟ مش عارف والله يا حاج خطيب. مش عارف اللي بيحصل ده سوء حظ ولا حسد. وبعدين ده مش طبيعي. ده انا الفردتين الشمال ضربوا عندي ورا بعض، عطية الله والدبيس، والفردة التالتة مع الول متصاب. يا عم انت هتعمل لي فيها سواق نص نقل، وبعدين رايح تطلع لي بن شرقي والشحات وانت بتلعب فرقة ب10 تنفار. ده بدل ما تنزل لهم مهاجم تاني يجيب لك جول وتاخد ال3 بونت. الصراحة يا كابتن خطيب أنا كنت بعمل تبديلات وخلاص، وما كانش عندي خطة في دماغي. أصل عندي مشاكل عائلية في البيت، والبت سهيلة بنت اتطلقت، وكل شوية رايحين المحكمة علشان النفقة والعفش. يا عم ما تولع سهيلة واللي جابوها. بقول لك ايه، ما تخلينيش احلف طلاق بالتلاتة، ما انت مكمل معانا في كاس العالم للأندية والمدربين على قفا من يشيل ويتمنوا يدربوا الأهلي. لا يا حاج خطيب أبوس إيدك، ده أنا بحلم باليوم ده وأنا بدرب الأهلي في كأس العالم للأندية. ده أنت لو مشيتنا قبل البطولة دي ممكن يجيلي جلطة وأروح فيها. يا اخي تبقى ريحتنا. وبعدين ده انت كل طلباتك مجابة في الأهلي، كل ما تقول على لعيب نجيبه وانت تروح ممشيه. ده انا جايب لك نص فرقة الزمالك، عايز تاني ايه يا اخي؟ خلاص يا حاج محمود، أوعدك إن هظبط الدنيا الفترة اللي جاية. بس معلش آخر طلب يعني، كنت عايز من الزمالك الواد حسام عبد المجيد في الدفاع، ويا سلام لو تجيب لي بسيرو يبقى المساعد بتاعي. طب وعلى ايه الفرهدة دي؟ ما تروح انت تدرب الزمالك اسهل. بقول لك ايه يا كولر، انت نهايتك معايا قربت، خلي ايامك تمشي احسن لك.